تعالوا بقى النهارده نعمل كده أكلة بسيطة وسهلة وكمان مش مكلفة، وفي الجو الحر ده كمان سهلة جدا. وكمان بدل وقفة في المطبخ كتير، مش تاخد مننا وقت، وكمان حاجة جديدة ولذيذة وطعمها حلو قوي. آه، انا عملت نعمل هنا، نجيب معانا لو عندك بطاطس هاتي بطاطس، وتعالي بينا بقى نشوف هنعمل ايه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جواها بقى قطع من الفراخ، وكمان جبنه موتزاريلا، ولو عندك بقى وشويه فلفل الوان وشويه فلفل اخضر. لو عندك زيتون كمان نحط فيها، تتاكل بالعيش تحفه جدا، مع شويه كده طماطم او بتنجان مخلل. بجد طعمها جميل جدا، مش محتاجه اي حاجه. انا عملتها على الغدا، كنت عامله بتنجان مخلل وفلفل مخلل كمان جنبيها بالعيش، كانت تحفه وجميله. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. انا هنا جبت طبعا طاسه على النار، ولازم تكون سخنه. حطيت فيها شويه زيت، وطبعا مقطعه شويه فراخ بانيه، او قطع صدور او وراك اللي عندك الموجود. ننزل بيهم على طاسه سخنه في شويه زيت، ونحط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، وهنحط كمان بهارات من الفراخ، وتوم باودر، وبصل باودر، وكمان ملح. تمام كده. هنقلب بقى تقليبه كده بسيطه، وبعد كده نسيبها لغايه ما تتشمع كده وتاخد لون معايا، عشان ما تنزلش ميه. وتعالي بقى هنا، حاطه هنا حله فيها ميه، وجبت كيلو من البطاطس، قشرته وغسلته واحطها سليمه زي ما هي. هسيبها بقى تتسلق، حطيت لها رشه من الكمون، وحطيت لها ملح. وابتدي بقى خلاص الفراخ بتاعتي بدأت خلاص تستوي، وخدت لون كده حلو. هبتدي اقلبها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعندي بقى فلفل الوان مقطعاه قطع صغيره كده، هنزل عليها بفلفل الالوان، وكمان مقطعه في قرن فلفل حامي، بتبقى سبايسي، بتبقى طعمها حلو جدا. هقلب كل دول كويس تقلبتين كده، وبعد كده هشيلهم من على النار زي ما انتم شايفين كده. خلاص هطفي عليها النار. هنشوف بقى هنروح نعمل ايه، تكون البطاطس استوت معانا. لو لسه مكملين معايا لغايه دلوقتي الفيديو، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت حلو كده منكم، عايزه اعرف اذا كنتوا عملتوا الاكله دي قبل كده ولا لا، وبتتابعوني من اي بلد. انا هنا طبعا هرست البطاطس بالهراسه، حطيت كمون وملح وفلفل اسود. تمام. وحطيت كمان توم باودر، مش هحط توم صحيح، حطيت قطعه من الزبده. وهقلب كويس كل دول مع بعض. وبعد كده هجيب بقى القالب بتاعي او صينيه باريكس، دهناها ماده دهنيه زبده او سمنه، وحطيت اول طبقه فردتها كويس. وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. على فكره هي ممكن تعمل بلحمه مفرومه، بس احلى بالفراخ. وحطيت بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا، لو عندك بقى زيتون كنت تحطي زيتون، انا ما كانش عندي فاستكفيت بالموجود. ما حطيتش الزيتون، بتبقى حلوه برضو بالزيتون. وكمان حطيت الطبقه الاخرانيه، قسمت يعني البطاطس نصين، نص في القاع من تحت. وبعد كده ما حطيت الفراخ والجبنه الموتزاريلا، حطيت الطبقه الاخيره ودخلتها الفرن. بقت بالشكل التحفه ده، جميله قوي وطعمها حلو. بسيطه، وكمان مش هتعملي حاجات كتيره، هي اكله واحده في صينيه واحده، مفيش مواعين كتير ولا اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد ريحتها كمان حلوه قوي، وكمان طعمها بجد